بغية وضع المنتخب الوطني في أفضل الظروف نظير نقص الإمكانات في مدينة بواكي التي تحتضن منتخبات المجموعة الرابعة، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن يقيم في فندق خاص بعيدا عن مدينة الكان التي تفتقد للخصوصية المطلوبة ولحماية المنتخب في هذه المنافسة القارية. فندق الملعب الذي بات جاهزا لاستقبال المنتخب الوطني فور نهاية تربصه في الطوغو تم تجهيزه بكل المستلزمات التي ستضع ممثل الجزائر في أريحية تامة. فندق الملعب ذو طاقة استيعابية تفوق 65 فردا ستمنح اللاعبين إقامة منفردة عكس مدينة الكان، بالإضافة لتوفير قاعة كبيرة للإطعام تكفي ل100 شخص، وقاعة للعلاج والتدليك، وكذا قاعة للمحاضرات وقاعة ألعاب. الفندق وضع تحت تصرف المنتخب كل شروط الراحة والعمل كتجهيز مسبحين وقاعة لممارسة الرياضة. وكانت الشروط التي وضعتها الفاف لضمان راحة المنتخب دقيقة جدا. الامتياز الذي حظي به المنتخب الوطني في مدينة بواكي لم يتلقاه أي منتخب من منتخبات المجموعة الرابعة.